يا أهلين بكم بناتي، وأهلا بكم في أول فيديو لي في القناة. اليوم حأتكلم لكم عن طريقة الدلكة السودانية بأبسط طريقة ممكن تتخيليها. الدلكة الجافة حنتكلم عن مكوناتها وعن المقادير بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. ما عندنا الدقيق المحمص والشوفان ما تسحنيو، ونشا الذرة، السدر، عندنا بشر البرتقال، زيت الزيتون، وماء الورد. زيت الورد ده اختياري، حوريكم حيتعبوا في شنو بعدين. حنخلط المكونات دي كلها مع بعض. شوفي ما ضروري انه ناخد بالتدريج، يعني اي حاجة خدتي وخلاص. حنخلطهم مع بعض كلهم. الدلكة الجافة دي أهم فايدة فيها إنها بتقدر تحتفظي بيها فترة طويلة، وما محتاجة إنه تتحفظ في درجة حرارة معينة، يعني ما ضروري في الثلاجة، بتتختبر عادي. وكل ما احتجتي إنك تعملي دلكة بتشيلي منها وتعجني على قدر المقدار اللي بيكفيك. مكوناتها مفيدة جدا يا جماعة، يعني كل المكونات اللي فيها دي مفيدة جدا للبشرة يا جماعة. من البرتقال معروف فوائده للبشرة، ونشا الذرة طبعا كلكم عارفين إنها غنية عن التعريف. والشوفان، أيوة الشوفان معروف معروف، يعني كل المكونات دي معروفة إنها لها فائدة خرافية خرافية يا جماعة للبشرة. فجربي الطريقة دي في الدلكة وإن شاء الله حتنفعك وحتظبط لك لونك. وفي الشتاء ده هي ضرورية ومهمة لأنها بتزيل شنو؟ الجلد الميت. بعد ما تكبيها تاخديها في البرطمان اللي حتحتفظي بيها فيه وحركيها مع بعض عشان كل المكونات تختلط ونجربها مع بعض. حتشيل قدر المقدار اللي بيكفيك، بس تشيل قدر المقدار اللي بيكفيك. انا حشيل 3 معالق، وحضيف ليها ملعقتين من زيت الزيتون، 3 معالق من زيت الزيتون مع الورد. المهم لحد ما تصل القوام اللي انت عايزاه، القوام اللي انت عاوزاه. فهو احنا ممكن عادي تتخلي عن ماء الورد وتكبي العروكة دي كلها تعمليها بموية مغلية. تمام، ده لو ما عندك ماء ورد. بس الزيت مهم، زيت الزيتون او زيت جوز الهند. ايوه، هما الاثنين دي فايدتهم كبيرة جدا للبشرة. انا حاخلطها بالزبادي. الزبادي يا جماعة فوائده معروفة للبشرة، الزبادي حاجة رهيبة جدا للبشرة. ف شوفوا يا جماعة، تفركيها على الجسم، تخليها بعد ما توزعيها على المنطقة اللي انت عايزاها، توزعيها وتخليها تجف شوية عشان تقدر شنو، عشان تقدر تعملها سكرابك كده. خليها تجف شوية، وبعد ما تجف تيجي تعملي ليها تحركيها، تدلكيها بحركات دائرية، اللي هو التبريم أو التدليك. تدلكيها بحركات دائرية لحد ما تتخلصي منها كلها، وتغسلي ايدك، وحتكوني حصلتي على نعومة. وإن شاء الله هي أصلا بتشيل الجلد الميت وبتخلصك من جلد الوزة إذا في، لأنها هي بجد يعني بتشيل الجلد الميت، بتشيل القشرة، تعمل نظافة ما طبيعية. يا جماعة ده كان فيديو اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه يا جماعة. بجد جربوها، جربوها في الشتاء ده بالذات، حتنفعكم وحتنبسطوا منها شديد. تابعوني يا جماعة، اعملوا لي لايك ومشاركة سبسكرايب.